ازاي تخلي الشخص النرجسي يخاف منك ويبقى بيعمل لك ألف حساب وتبقى مسيطر عليه كده؟ الشخص النرجسي عنده نقاط ضعف زيه زي أي شخص تاني، بس انت مشكلتك انك مش عارفها، فعشان كده مش قادر تلعب عليه. لكن لما تعرف دلوقتي الثلاث نقاط ضعف دول للشخص النرجسي، انت هتقدر تسيطر عليه بكل سهولة. رقم واحد: الفضيحة. لو انت عايز الشخص النرجسي يبقى مرعوب منك ويبقى ضعيف كده قدامك، جرب تقوله مثلا: بص، انا اكيد عايز علاقتنا تبقى افضل، فايه رأيك مثلا ان احنا نحكي لباباك الموضوع او نحكي لعيلتك الموضوع، مثلا نقول لهم اللي انت عملته واللي انا عملته برضو. اكيد هما يعني هيتصرفوا بشكل افضل او هيبقى عندهم حل، يعني لما يشوفوك برضو عملت ايه. يمكن انا غلط في حاجة، يعني انا عايزة احل الموضوع بصراحة. ساعتها هتلاقيه بيحاول يسيطر عليك بأي شكل ويحاول يحل هو الموضوع ويتحول 180 درجة، لأن الشخص النرجسي عايش طول حياته موضح للناس اللي حواليه صورة مثالية عنه وإن قد إيه هو بريء وما بيغلطش، فهيحاول يسيطر عليك بأي شكل عشان ما تروحش تفضح الصورة المثالية اللي هو راسمها عن نفسه. رقم 2 من نقاط ضعف الشخص النرجسي واللي هتخليه يبقى بيحوم كده حواليك عشان يغير فكرتك عنه، هي انك تكون مش بتشكر فيه ولا بتمدحه. وهنا هيفضل بيحاول انه يغير نظرتك عنه ويخليك تشوفه في احسن صورة بكل الطرق، لان الشخص النرجسي بيتغذى على المدح وطول الوقت عايزك تبقى بتمدحه وبتحسسه بقيمته كل شوية. فلما يلاقي ان كل الناس اللي حواليه بتمدحه وان انت بالنسبة لك بتقول لهم لا بصراحة انا مش شايف كده، يعني بصراحة بحسك مش ذكي او بحسك مش بتفهم في الناس، بس عادي يعني كلنا فينا عيوب، يعني انت كمان فيك حاجات كويسة. هنا هو هيسيب كل الناس اللي شكرت فيه وهيركز عليك عشان يثبت لك العكس، عشان تشوفه بطريقة مثالية. يعني مثلا هيقولك: ازاي يعني مش ذكي؟ انت ما شفتش الموقف الفلاني اللي عملت فيه كذا؟ ولا ان انا مرة قلت لك ان الشخص الفلاني ده مش كويس، طلع فعلا مش كويس. فلو انت قلت له: انا ما اقصدش حاجة بجد، انا بس بقولك اللي انا شايفه يا ابني، عادي يعني مفيش حاجة، وقفلت مع الموضوع، هتلاقيه بعدها بشوية بيحوم حوالين الموضوع تاني وبيفتحه تاني عشان برضو يثبت لك ان هو مش كده. رقم 3 والأخيرة: نقطة ضعف الشخص النرجسي ان هو يشوف ان هو مش قادر يسيطر عليك. فلو انت لعبت على نقطة الضعف دي وخليته فعلا شايف ان هو مش قادر يسيطر عليك، هنا هو هيتجنن. يعني مثلا لما يحاول يجي يعصبك او يقلب عليك الترابيزة او يستفزك، خليك بارد، ما تديش ولا اي رد فعل ولا انفعال ولا عصبية، تجاهل تام. ممكن يسيبك بالايام ويختفي عشان يشوفك بتجري وراه متعلق بيه. هنا برضو اوعى تعمل اي رد فعل وتجاهله تجاهل تام كأنك مش واخد بالك بالظبط. لما تلاقيه منفعل، اوعى تقابل الانفعال بتاعه بانفعال قصاده، لازم تخليك بارد وما تحسسهوش ان انت فاهم اصلا هو بيقول ايه. انا مش واخد بالي ايه الموضوع اللي انت مكبره او اللي انت بتتكلم فيه، فهيفهم ان هو في دنيا لوحده وان انت مش حاسس بالحاجات اللي هو حاسس بيها ومش حاسس بيه اصلا.